المحامي سعد الدعجة، الآن هل تتعاون مع نواب منطقتك في خدمة أهالي منطقة طارق؟ طبعا يعني نواب الدائرة الأولى فعلا إنه في تعاون مستمر، يعني إحنا بنوجه لهم التحية والشكر. هو يعني سعادة النائب سالم الهدبان الدعجة، محمد البرايسة كمان الدعجة، برضو النائب مرزوق الدعجة كمان. وأنا يعني شخصيا بوجه رسالة شكر واعتزاز للنائب سالم الهدبان الدعجة، اللي فعلا هو يعني بتلمس هموم الشباب وبوقف معهم، وفعلا يعني هو خدمته مع الشباب كانت بصفة مستمرة. نعم. بوجه له الشكر يعني. نعم. أيضا هناك كوتا للنساء في المنطقة طبعا في البلديات. برأيك هل المرأة تستطيع كالرجل في الميدان أن تخدم المنطقة؟ طبعا أنا بحكي كمان في بعض المواقع المرأة أفضل من الرجل، في بعض المواقع فعلا قدرتها يعني في مواقع معينة أفضل. يعني فعلا عن جد انه في بعض المواقع بتكون افضل، وجودها ممتاز جدا ولها حضور، وشاهدنا مجلس النواب، الدليل نعم. مجلس النواب. نعم. معنا اتصال هاتفي لو سمحت. الو الو الو. نعم. الو، معنا الاستاذ المحامي صالح العرموطي نقيب المحامين السابق. اهلا وسهلا. اهلا بك يا حي الله. الو تفضل سامعينك. نعم استاذ ايمان، انا الحقيقه بمسي على زميلي وصديقي الاستاذ سعد الدعجة. نعم بسمع. من عشيره طيبه وتفكير. استاذ سعد انسان انه صاحب كلمه جريئه وموقف واضح ورؤيه ثاقبه، عرفته لا يجامل على حساب قضاياه الوطنيه، محب وعاشق لتراب الاردن، وانه حريص على امنه واستقراره، وجاد في مهنة المحاماة. وبعرفه، وأنا كنت نقيب المحامين، كان أحد أعضاء لجنة المحامين لشرق عمان، لجنة تنسيقية بين مجلس النقابة وبين محكمة شرق عمان، وكان أدى عمله بامتياز. والحقيقة كان يترافع عن المظلومين ويترافع عن في قضايا إذا رفعت على الزملاء، ونعتز به ونفخر. الحقيقة الأخ سعد لا تنقص المناصب، ورث الشيخ كابر عن كابر، وهو متواضع طيب المعشر خلوق. عجبني في لقائه الآن قال إذا الله أكرمني فينسب الفضل لله سبحانه وتعالى، وحبل الود مع الله، فهذا من كان شأنه أن يربط حبل الود مع الله وأن يأخذ بالأسباب فهذا ميزة، فهو يعيش نبض الشارع وهموم الوطن والمواطن. أنا باعتقادي إذا وصل إلى منصب البلدية لن يكون إلى دائرة منطقة طارق فقط، وإنما سيعمل جاهدا لتغطية كل مناطق أمن عمان الكبرى، لا بل سيسعى جاهدا لتقديم الاقتراحات والاجتهادات لكل بلديات وقرى المملكة، لا بل لكل الوطن. فهذا رجل صادق في أدائه، في عمله، في نشاطه، في أدب الجم. ما عرفته الخلق الرفيع والأدب الجم، وهو لا يجامل كما قلت، دائما صاحب كلمة. نعتز بك أخي سعد، وإن شاء الله ربنا يأخذ بإيدك ويوفقك لما فيه خير الوطن والمواطن وأمن البلد واستقراره وسيادته. فأنت تقدم الخدمة وأنت الآن في موقعك، فكيف إذا اختارتك الهيئة أو منطقتك بأن تقدم خدمة؟ وهذا وسام شرف لك أن تقدم. وأنا اعتقادي إذا وصلت إلى موقع أمانة عمان الكبرى ستقدم الشيء الكثير لأبناء منطقتك، لا لأبناء الوطن، لأنك لا تعرف للوطن حدود. فكل جزء وكل ذرة وكل منطقة في الأردن هي تعشقها وتحبها وتسعى لتقديم الخدمة لها. فأنا بهنيك وببارك لك وأتمنى لك التوفيق إن شاء الله. أشكرك عن جد. وكل الشكر الأستاذ المحامي صالح العرموطي نقيب المحامين السابق. ويعني أتوقع اللي سمعناه شهادة فعلا، شهادة يجب أن تعتز فيها أينما تكون. هي شهادة من معلمي. نعم. فعلا شهادة من معلمي ومعلم جميع المحامين. الأستاذ صالح العرموطي كان له بصمات رائعة جدا من بدايتي في سلك المحاماة، كان يتبنى الشباب، كان يعني حتى في أنا بذكر إنه أنا كان لي 5 سنوات وهو بلش يخليني أناقش أبحاث
بلش في تعيين اللجان، كان يندفع يرى شاب قادر على حمل رسالة المحاماة كان يعطيه الفرصة، كان يعطيه القدرة فعلا أنه مكسب للوطن مش للمحاماة فعلا. نعم. وفي الواقع الأستاذ صالح حكى كلمة جوهرية جدا، وإن شاء الله يعني نلمسها بعد نجاحك. حكى أنت راح تكون منتخب وتخدم مش بس منطقتك، تخدم كل مناطق الأردن من خلال أمانة عمان. أخت إيمان يعني حقيقة اللي بيعرفني في مجال المحاماة أو اللي جرب كان له قضايا في مكتبي أنا، يعني محامي أكثر من 10 سنوات، محامي مزاول لمهنة المحاماة، فعلا لمس إنه مين سعد الدعجة كمحامي، شو بيعمل، هل بيستمر ما بيستمر. والحمد لله هاي الشهادة المحبة موجودة في أهل منطقتي وفي لواء شرق عمان كاملة. نعم. معنا اتصال هاتفي، معنا الأستاذ أحمد صلاح رئيس تحرير موقع إلكتروني. ألو، مساء الخير. مساء الخير. أهلين بالزميل أحمد صلاح. كيفك ست إيمان؟ يا هلا بيك، أهلا وسهلا. الله يسلمك، الحمد لله. ست إيمان، أنا أول شيء بحب أمس عليك وأمسي على ضيفكم العزيز الأستاذ سعد الدعجة. أهلا وسهلا. اللي هو الأخ والصديق، أنا بعتبره بالنسبة لي ومثل. مساء الخير. مساء الخير أستاذ سعد. ألو. أيوة سامعينك، تفضل. مساء الخير أستاذ سعد. مساء الخير. هلا أستاذ أحمد، الله يعطيك العافية. الله يعطيك العافية. الله يسلمك. شو أخبارك؟ طمنا عنك سعد. الله يعطيك العافية. كنت حاب أشوفك اليوم بالعطوة اللي والله شوية ظروف ما ساعدتني اليوم. والله أنا موجود فيها، والآن الصراحة يعني الضغط عندي كان مش طبيعي. الله يعطيك العافية. أنا حبيت الصراحة أكون متواجد معكم، ولكن بتعرف الوضع اللي إحنا فيه. ست إيمان، أنا بحيي الأستاذ سعد، وأنا أتمنى إنه جميع شبابنا يخطوا على الخطر اللي هو بيمشي عليه وبيسير عليه، بالنهج اللي هو بفكر فيه، بالتفكير، بالمسير، حتى بالإنسان. يعني كيف بدي أحكي لك، ما بيفكر بشخصه أو بنفسه، بهمه مشاكل الناس، همومهم، بتعاطف مع الجميع. يعني إنسان أحكي لك إنه على مدار 24 ساعة مثل الدينامو، متحرك من 24 ساعة في خدمة الناس، في التواصل معهم. وأنا كنت أتمنى أن يكون في مكانه الصحيح. بصراحة كنت أتمنى أن يكون داخل مجلس النواب هو المكان الصحيح اللي لازم يتواجد فيه. إن شاء الله. تسلم. إن شاء الله. إن شاء الله، الأمل كبير. إن شاء الله. وإحنا نتمنى إنه نسير على النهج اللي بيضر له جلالة سيدنا، اللي هو دعم الشباب والمسير معاهم، نعطيهم الفرصة للإنجاز ولتحقيق الآمال والطموحات اللي بيتمناها جلالة سيدنا. نعم. وأنا بشكركم كثير، أخذت من وقتكم برضو زيادة. شكرا لاتصالك. شكرا. العفو ست إيمان، شكرا كثير لكم. أهلين، يا هلا. يعني كمان يمكن شهادة بعتز فيها عن جد من الصحافة برضو كمان والإعلام، يعني ولهم رأي أيضا، وهذا يدل على معرفتهم وخبرتهم في كأبناء منطقة. يعني فعلا شهادة بعتز فيها وبفتخر فيها، وإن شاء الله إحنا ماشيين في المسيرة وماشيين في دعم الناس وخدمة الناس على طول إن شاء الله. نعم. طيب الآن أستاذ سعد، لابد من طموحات وآمال تفكر فيها للمستقبل، بماذا تفكر؟ يعني شوفي، بفكر أول إشي إني أوصل رسالة الشباب وهموم الشباب فعلا. بحكي بشكل عام إنه إحنا وطننا هون يجب أن نحافظ على أمنه واستقراره بأي وسيلة. يعني أنا عندي ركائز أو 3 نقاط أساسية، يمكن لاحقا هاي في برنامج الانتخابي أو إنه سابق إني أحكي عنها، لكن إني حاب أتطرق لها. أول إشي القيادة الهاشمية تاج على رؤوسنا جميعا. جلالة الملك اللي هو مثلنا الأعلى، لازم نمشي على رؤى جلالة الملك. 2 الوحدة الوطنية، خط أحمر لا يجوز المساس فيها أبدا. أمن واستقرار الوطن، فعلا أمن واستقرار الوطن اللي هو الكنز اللي قاعد بسعى جلالة الملك يعني خلال جولاته المكوكية في كل مناطق المملكة. يعني عن جد بشعرنا أنه إحنا لازم نلتف حول القيادة الهاشمية، نكون كلنا جنود خلف القيادة الهاشمية كشباب واعيين عشان نحافظ على نعمة الأردن ونعمة الهاشمية. نعم. أستاذ سعد، أنت من عشيرة الدعجة، عشيرة معروفة بانتمائها وحبها لهذا البلد ولقائد هذا البلد. الآن مثل ما شفت يعني في السابق المسيرات والاعتصامات. نعم. أنت الآن في موقع
كيف ترى هذه المسيرات والاعتصامات؟ هل تخدم البلد أم تضر؟ شوفي أنا أقول لك شغلة واحدة، يعني إحنا إذا جينا للواقع الآن بعد زيارات جلالة الملك المكوكية لكل مناطق، توجيهات جلالة الملك للحكومة للوزراء، أنا بتوقع إنه 90% من باب المسؤولين مفتوح. يعني بدل ما إحنا نبلش في الاعتصامات إمكاننا نراجع المسؤولين. أنا فعلا راجعت مع بعض المواطنين بعض المشاكل كانت، وأنا وجدت إنه الباب المسؤول فاتح موجود بيسمع، إذا قادر إنه يخدم الناس راح يخدم، إذا قادر إنه يساعد راح يساعد. يعني نتنحى جانبا عن موضوع الاعتصامات وكلنا نلتف حول الوطن، حول استقرار الأردن، أمن الوطن، خاصة أننا مقبلين كمان على موسم سياحة، موسم صيف، موسم اقتصادي، وإن شاء الله أنه تظل هاي البلد هاي بخير وأمان في ظل جلالة سيدنا إن شاء الله. معنا اتصال هاتفي. ألو. 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 أيوة. يعطيك العافية. الله يعافيك. نتعرف عليكي. أنا المحامية فاتن المزالي. أهلين بالأستاذ المحامية فاتن. أول شيء بحب أمسي عليكي. أهلا وسهلا فيكي. بحب أمسي على ضيفك الأستاذ سعد العجب، وأنا بدي أحكي عن الأستاذ سعد من واقع عملي، كوني أنا بشتغل في مكتب الأستاذ سعد العجب للمحاماة. نعم، إذا أنت رح تكوني أكثر الناس خبرة بالضبط. ومعرفة فيه. بالضبط. أنا نعم. من خلال عملي في مكتب الأستاذ سعد، الأستاذ سعد هو مثال للمحامي الذكي الناجح المتفاني في عمله، في إخلاص في عمله، في صدق، كل همه هو نصرة المظلوم وإرجاع الحقوق لأصحابها. أما من الناحية الاجتماعية أو الناحية الإنسانية، فالأستاذ سعد بيتمتع بروح إنساني عالي، بحل مشاكل المواطنين. أنا دائما متواجدة في مكتبه، دائما مفتوح لسماع مشاكل أهالي المنطقة وحل همومهم ومشاكلهم. نعم. وعنده كثير مؤهلات بتخليه في موقع المسؤولية، وباسمي وباسم جميع المحامين والمحاميات نتمنى له التوفيق والنجاح وندعمه للآخر. تسلمي. شكرا لاتصالك. شكرا. الله يسعدك. يعني شهادة من داخل المكتب كمان منكم وفيكم. يعني هو بالواقع هي شهادة الأقربون، يمكن راح تكون شهادة فعلا يعتز فيها، ولأنه هي على اطلاع أكثر في أستاذها. أنت بالنهاية أستاذها يعني، وهي راح تاخذ منك يمكن أكيد طبعا. واللي تحدثت عنه وحكته يمكن أكثر شيء هي مطلع عليه. طيب الآن مثل ما ذكرنا وقلنا الأردن بلد الأمن والأمان والاستقرار. نعم. والحمد لله هذا ما يميزنا كأردنيين. نعم. ونحن الآن في موسم سياحي إن شاء الله، يعني بنتنبأ يكون من أحسن المواسم السياحية إن شاء الله في ظل الظروف المحيطة فينا. برأيك كيف ممكن نحافظ على بلدنا آمن مستقر، بلد سياحي، بلد جاذب للاستثمار، بلد اقتصادي من الدرجة الأولى؟ يعني شوفي احنا اول شيء اهم شيء موضوع الاعتصامات والمظاهرات هاي في الفترات هاي، ان شاء الله انه يعني انا بشوف انها تلاشت الامور بعد حكيت لك زيارات جلالة الملك المكوكية وتوجيهات جلالة الملك. يعني كان جلالة الملك يحكي عن المشكلة قبل الناس ما بتتظاهر عشانها، فكان الحل موجود ابتداء. يعني نحكي الصورة طيبة، نرحب بضيوفنا الكرام، بالنتيجة رح ينعكس علينا، يعني الوضع الاقتصادي رح ينعكس علينا. احنا نفكر كويس وصدقيني رح نصل لبلد من أروع بلاد العالم. نعم. معنا اتصال هاتفي يبدو. ألو. 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 أيوة. ألو مرحبا. أهلا وسهلا. ست إيمان. نعم، تعرف عليكي؟ معك المحامية والإعلامية تغريد الدغمي. أهلا وسهلا بالإعلامية والمحامية تغريد الدغمي. أهلا وسهلا. أهلا فيكي ست إيمان. يعني اسمحي لي أمسي عليكي بداية وأمسي على ضيفك الكريم الأستاذ المحامي سعد العجب. مساء الخير على الأستاذة تغريد. الله يسعدك. اسمحي لي برضه لي ست إيمان بداية أن حاجة في الحديث عن الأستاذ سعد لكونه محاميا وقانونيا يحمل شعار الحق والعروبة بداية. نعم. ويعني اسمحي لي عندما أتحدث عن الأستاذ سعد أن أبدأ حديثي بأنواع المحامين. يمكن قد ما هو معروف أن هناك 3 أنواع من المحامين. هناك المحامي الذي يحمل ميزان من نحاس يكون رنينه لأيام،
وهناك المحامي الذي يحمل ميزانا من فضة ويكون لمعانه لزمن معين. أما المحامي الثالث فهو من كان ميزانه من ذهب يبقى شعاعه خالدا. واسمح لي أن أقول للأستاذ سعد أنك من المحامين الذين يحملون ميزانا من ذهب يبقى شعاعه خالدا، لأنك تعمل الخير للجميع، وهذه يعني معروفة عن الأستاذ سعد خدمته للجميع وتفانيه في عمله كمحامي وكقانوني وعمله في المجال التطوعي وخدمة أهل المجتمع من منطقة أهل تبربور. أنا بشكرك أستاذ التغريد عن جد. أبدا أستاذ سعد، يعني كمان إذا تسمح لي أستاذ سعد يعني أحكي، تسمح لي أستاذة إيمان أن يعني تفضلي. أستاذ سعد أنه صاحب شخصية قوية، جريء في قول الحق، صاحب رأي ومشورة، بيعالج الأمور بقانونية الحياة وبسلوكية البشر، يملك مقومات الرجل المحاور اللي ما بيتعامل المناقشات مع الطرف الآخر، له حضور مهني ونقابي متميز، فضلا عن الباع الطويل له في العمل التطوعي. ويمكن الجميع من زملاء المحامين ومن أهالي منطقته وكل من يعرف يشهد له بذلك. يعني أتمنى للأستاذ سعد التوفيق والنجاح في ترشحه لعضوية مجلس يعني أمانة عمان، وخاصة أنه احنا في ظل يعني هذه الظروف اللي بمر فيها بلدنا الحبيب والمطالبة بالإصلاحات ومكافحة الفساد، نحن نحتاج بالفعل لمن يمتلك صفات يعني وشخصية الأستاذ سعد، لأنه شخصية وطنية قوية، جريء في قول الحق، لا يخشى في قول الحق لو متلائم. نتمنى لك أستاذ سعد يعني التوفيق، ونتمنى لك أن نراك عضوا في مجلس أمانة عمان الكبرى إن شاء الله. شكرا أستاذ التغريد. أستاذة